السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هالة من قناة هالة حياتي. النهاردة هنعمله مع بعض بقى القطايف. النهاردة هنعملوها بطريقة جميلة وطعم حلو قوي ومختلف، تنفعنا قوي في السحور. خليكم معايا بقى عشان تعرفوا هنعملوها ازاي، وهنعملوها بطريقة تخليها تفضل طرية من غير ما تنشف معايا. هنعملوها حلو وهنعملوها حادق، بس الحادق طبعا دي حاجة جميلة قوي كده للسحور ومختلفة. نبدأ ونقول بسم الله. بصوا بقى، انا كده معايا هنا القطايف اهي زي ما انتم شايفين، دي حوالي كيلو قطايف. معايا بسطرمة، ومعايا جبنة تركي او رومي او اي نوع جبنة انت حباه، ومعايا فلفل، ومعايا الزيتون. بس مش هكتر زيتون قوي، يعني حاجات بسيطة كده. دي الحشوة بتاعتي اللي هستعملها كده للقطايف الحادق. طريقة سهلة ومفيهاش اي حاجة. طبعا هنحط بس كده من كل نوع حاجة كده بسيطة، يعني هي بسطرمة، الفلفل والزيتون. جربوها هتعجبكم قوي في السحور وطعمها جميل قوي. هقول لكم ازاي تفضل معانا بقى طرية من غير ما نقلوها ولا حاجة، مش هنقليها. خليكم معايا بس عشان تعرفوا هنعملوها ازاي وهتفضل ازاي طرية معانا. طبعا بنقفلها حلوة قوي كده من الحروف عشان ما تفتحش معانا، والحشو مش هيبقى كتير قوي عشان نعرف بردك نقفلوها، يعني هيكون في المعقول. هاخد جزء كده كبير هعمل منه الحادق، قطايف الحادقة بالطريقة اللي احنا قلناها، وبالحشو بتاع الجبنة والبسطرمة والفلفل والزيتون اللي حابب يحط. معايا بقى الصينية بتاعتي كده هدهنها بس بالسمنة. معايا سمنة سايحة، هبتدي ادهن بس الصينية. هرصص بقى فيها القطايف بتاعتي اهي. طبعا باكد بس لو في حاجة مفتوحة بقفلها حلو علشان ما تفتحش معايا. هحط الكمية بقى اللي معايا دلوقتي كده. دي اللي هي القطايف الحادقة لسه ما كملناش، وهتشوفوا ازاي بقى هنحطها مع بعض في صينية واحدة. هبتدي بقى اعمل ايه، هدهن بقى طبعا القطايف كلها بالسمنة كده. طبعا بتديها طعم وبتديها لون كده جميل، وبرضك بتحافظ عليها، يعني بتخليها طرية ما تنشفش معانا. دي حاجة، ولسه كمان هنعرفه اكتر ايه الحاجة اللي تخليها تفضل معانا من غير ما تنشف. كده انا عملت الجزء الحادق. الحشوة اللي انا عملتها دي بتبقى جميلة قوي. هعمل بقى الجزء ده بس كده، الباقي معايا ده هعمله حلو طبعا بالحشو اللي انت عايزاه. انا هنا حاطه جوز هند وسوداني، عندك مكسرات، عندك زبيب، اللي انت بتحبي تحطيه طبعا، دي حاجه راجعه لك انت. هقفلها بردك كده جامد زي ما قفلت التانيين. بردك مش هقليها، هعملها بنفس الطريقه في صينيه. طبعا حشوات القطايف في ناس كتير بتعمل حشوات مختلفه، دي حاجه بقى راجعه للي انت بتحبيه يعني. انا كده عملت الجزء ده كده اللي هو القطايف الحلو، واحطهم مع بعض في صينيه واحده. ازاي بس هعرف افرقهم هقول لكم. طبعا هدهنهم برضك بالسمنه. طبعا الصينيه معايا كبيره فمش محتاجه ان انا اعمل صينيه تانية، ممكن لو انت عايزه تقسميه في صينيتين براحتك. هعمل الجزء كده جزء عكس اتجاه التاني، يعني هبقى عارفه اعلمهم بالشكل ده.
طبعا كده ايه زي ما انتم شايفين، دي كده بعد ما خدت اللون بتاعها في الفرن واستوت. انا مش بخليها كتير عشان ما تنشفش، دي حاجة. بصوا بقى من شكلها من جوه. دي كده اللي هي اللي بالحادق اللي بالجبنة والبسطرمة. طبعا ريحتها وطعمها تحفة 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 يعني، بجد يا ريت تجربوها، هتعجبكم قوي. وحاجة يعني مختلفة للسحور. هبتدي بقى اخد الجزء الحادق اللي انا عملته احطه في طبق. طبعا انا زي ما قلت لكم علمتهم ازاي. عملت جنب كده لوحده باتجاه، والجنب التاني الحلو باتجاه تاني، يعني جنب الحادق لوحده والحلو لوحده. هبتدي بس ارصصهم في الطبق اللي انا هقدم فيه. طبعا بتبقي عاملاها ومجهزاها ان انتي يعني مش هتقعد معاكي كتير، هتقدميها تبقى سخنة، تتاكل سخنة طبعا احلى حاجة، مينفعش تتساب كده وتتركن. ده كده الجزء معايا الحادق. هعمل ايه بقى عشان يفضل زي ما هو ما ينشفش كده لحد ما اقدمه ويفضل دافي وسخن؟ معايا بقى اي حاجة كده هروح مغطياه بيه وهو لسه سخن، هيفضل بقى معايا طري ومش هينشف خالص. احط بقى الجزء اللي هو الحلو. طبعا الحلو ده هنقدموه هنحط فيه، هنحط له ايه بقى عليه. طبعا ما حطيتلوش سكر خالص من جوه الحشو. انا حطيت الحشو بتاعه اللي احنا قلناه، جوز هند وزبيب وسوداني ومكسرات لو عايزه اللي انت عايزاه. طبعا القطايف الحلوه هعمل لها بقى الشربات بتاعنا العادي اللي احنا عارفينه. الشربات ده انا عاملاه من قبل كده طبعا وركناه، اللي هما يعني مثلا كوبايتين سكر عليهم كوبايه ميه وعليهم عصره ليمونه ورشه فانيليا. ده الشربات بتاع القطايف وبتاع الكنافه. هبتدي بقى ادهن كده الوش كله بالشربات كده. عايزه تحطي بالواحده في قلب الشربات وتطلعي براحتك، يعني دي بقى حسب انتي بتحبي قد ايه شربات وقد ايه بتبقى محلوه يعني. انا افضل كده ان انا بس يا دوب بحط من فوق، وطبعا بقيه الشربات بتنزل معايا يبقى جابت الجزء اللي من تحت كمان. ونفس فكرة اللي انا قلتها عشان تفضل معاكي طرية، دي بتغطيها باي حاجة تفضل معاكي طرية زي ما هي عمرها ما هتنشف. يبقى انا كده عملنا جزئين، جزء حلو وجزء حادق. طبعا انا اهم حاجة عندي الجزء الحادق لانه فعلا جميل قوي ومختلف وهيعجبك قوي في السحور. يا رب كده يكون الفكرة دي عجبتكم وتقدموها وتعملوها، يعني هتعجبكم قوي. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. ما تنسوناش بقى في اللايكات لكل اللي عجبوا الفيديو، واشوفكم ان شاء الله بقى في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.